السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، متابعين قناة نوى تيفي، متابعيني الأعزاء. وسابق لا نبدأ في الفيديو، نتمنى أنه ذا الفيديو يوصلكم وتكونوا في أحسن الأحوال بالصحة والعافية والسلامة وطولة العمر يا ربي. وسابق لا نبدأ في الفيديو، لا تنسوا تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس باش يوصلكم كل جديد من عند نوها تيفي بعون الله تعالى، فضلا وليس أمرا. الفيديو اللي جايتكم به اليوم يا متابعيني الغاليين هو بما يسمى تيدقيت. شنو هي تيدقيت وشنو معنى تيدقيت؟ تيدقيت بما يسمى عندنا احنا الصحراويين والله عند المجتمع البيضاني، يعني الموريتانيين وهذا الشيء نقولوا له تيدقيت باللهجة الحسانية، ولكن باللهجة العربية ما نعرف شي نقال له صراحة، أو باللهجات الثانية. المهم تيدقيت هذا يتكون من ثلاث مكونات، هي تابعة للإبل، يعني للإبل، ماشي المعز ولا يعني أي كائنات، يعني لحم الإبل. المكون الأول هو هذا لحم الإبل، أوكي، هذا هو. المكون الثاني هو الذروة، يعني شحمة الإبل، يعني ماشي الشحمة، الذروة اللي تكون على ظهر الجمل. تأكدوا منها، الذروة اللي تكون على ظهر الجمل تعود مولي زاقرة، يعني ما تعود فيها لحمة، ما تعود لاصقة فيها لحمة، ولا تعود مولي مربربة، يعني بين بعض من المرات تراو الذروة تعود راقن وذاك النوع ذيك ما هي نافعة، ولكن اللي خاصكم تقبضوا من عند الجزار تعود نشفانة بحال هذه الذروة. شفتوها؟ هذه هي دريك الذروة قطعتها أمي على قطع صغيرة باش تنعت لكم كيفاش تعدل تيدقيت. المكون الثالث والأخير هو الملح. وتيدقيت شنو هو؟ اللحم هذا اللحم الإبل ينقبض، وتقبضوا تشروا كيلوات من اللحم الإبل، يعودوا ما فيهم العصب ولا فيهم الشحم ولا عاد فيهم الشحم، تعزلوه عنهم وتخلوه لا اللحم وحده، وتقطعوه على السيور، يعني يعودوا بحال، يعودوا شرايح رقيقة، يعودوا طوال، ويعلقوا في حبل، يعني ينتشروا على حبل، يعودوا في بلاصة فيها الظل، يعودوا ما في الشمس، ويبسوا مدة 12 يوم، والله يعني على حسب المناخ اللي عندكم. فهمتوا؟ انا هنا تياه الوالده ديالي لا يبستوا مده تقريبا 12 يوم، اللي فوتنا في الباديه، راكم عارفين اني كنت في الباديه، ويبستوا فوت تبارك الله 12 يوم ويبسوا، هذه هي النتيجه اللي طلعت لنا. فهمتوا؟ وتوفوا نخليكم معاها باش تنعت لكم كيفاش يتعدل لنا وجبه تيدقيت، وراه هي زينه وصحيه، ويستعملها جميع الأعمار، من عادة الدراري الصغار اللي يكون في أعمارهم يعني 15 ولا 6 ما يقدروا يعملوا بها، هي ثقيلة ما يقدروا ياكلوا، يعني الدراري الأطفال اللي ما يقدروا ياكلوا ما خصهم يعملوها، ولكن الثانيين اللي ياكلوا يعملوها عادي، يعني ما عندها أي تأثير. وان شاء الله هذه الذروه مولي ان شاء الله المره الجايه بعون الله تعالى اللي نجيكم نعدلكم وصفه بالذروه زينه في شحمه الكبد وفي ضيق التنفس اللي عند الاطفال الصغار وعند الناس الكبار ان شاء الله بعون الله تعالى. والسابق لنا نبدا في الفيديو، الله يخليكم تموا اي وصفه نزلتها والله اي وجبه نزلتها بارطاجوها باش تعمل فايدة على الناس اللي كتعمل الأدوية الكيميائية بزاف ولا هي جابرة فيها فايدة. أنا دائما ننزل لكم الوصفات اللي كتعالج الأمراض اللي ما يجبر الهدوة لحد الساعة، ولكن في اللي ظهر لي اني ما شفت، يعني ما شفتكم مهتمين، ياسر من الناس ما يهتم بهذه المواضيع ولازم تهتموا بها. وصافي وني بكم فضلا وليس امرا طبعا، ولي خليكم مع الوالده باش تنعتنا كيفاش تعدل وجبه تيدقيت. وجبه تيدقيت هذه زينه ومقضيه وتزيد الدم وزينه في القلب وزينه في تصفيه الدم، اللي تصفي الدم تبارك الله، ومقضيه وزينه حتى يعني في البرد، اكثر شيء زينه في البرد، يعني في موسم الشتاء نديروها بكثرة، ولكن ما نديروها في الدشور، يعني أكثر الوقت اللي نديروها فيها نديروها منين نعودوا في البادية.
فهمتوا ليه؟ خليكم مع الوالده باش نعتنا كيفاش تعدل تيدقيت. نبداو على بركه الله. وني بكم المرحله الاولى اللي هي نديروا الكبده في عفوا سمحوا لي، لا نديروا الذروه في المرجل باش نذوبوها، لا نديروها كامله ياك تذوب وتعطينا النتيجه ان شاء الله. ولا نعتها لكم منين تفوت تجي على النار، وخاصه تجي على نار هاديه، يعني ما تعود النار تحتها تعود عاليه، لا خاصه تعود على نار هاديه جدا جدا باش ما تنحرق عليكم. وني بيكم احنا هنا درناها على النار، خاص نسبتها تعود قدها والله قاع اقل، خاص تعود النار ما نقصها حتى، وتم بين دقيقه ودقيقه تخرصوا. فهمتوا؟ قال لي المقطايه خاصو ما يعود مقطي. وني بكم متابعاتي ومتابعين القالين، كما قلت لكم قبيله نقلت شوي. خاص اول بدايه منين ديروا الشحم، يعني الذروه منين ديروها في المرجان وتقدوا تحتها النار، خاصكم تزيدوا النار يعني ذي النسبه، ذا القدر درك اللي تراعوا فيه، هذا القدر الين تفوت تذوب ونفم. تنقصوا النار يعني تعود النار مهيله، يعني ما تعود متينه ياك ما تنحرق علينا الذروه وذوبنا على خاطره وتعطينا نتيجه زينه. ويالت المرجل ما يعود مقطي، نحنا مالنا مقطينه هنا تياه. اسمحوا لي وني بكم، انا هذه الوصفه والله باطل، هذه الوجبه درتها هنا تياه في البيت عندي باش نقدر نصور لكم. شوفوا وني بكم الوالده قبضت شويه من الماء وضافت عليه شويه من الملح، ولا هي تخوضوا لين ذاك يتخوض بالطريقه لين يتساوى مع بعضياته. تعرفوا ذا الملح اللي فيه اللي مع المشي يعدل، ولا هي لا يرتش به. هذا اللي عدلنا هنا اللي ذوبنا من هاي الذروه خاصه اللي تطلع بذي الصيفه، اللي ينضاف على زيات. يعني اللي هي نضاف على ذي الذروه اياك تطلع عنا الذروه ما تطلع مسوسه. فهمتوا؟ تطلع طعمتها زينه تبارك الله، تطلع مالحه وتطلع ملي حرشه وزينه. فهمتوا؟ وراكم تقدوا ملي تسموا تفطروا بها عادي مع الخبز. الا بغيتوا تفطروا بها بكري مع الخبز يعني صالحه كل شيء. شوف تبارك الله النتيجه اللي طلعت لنا، هذه هي الذروه الحقيقيه. فهمتوا؟ هذه هي اللي نصفوا دريكتيها عنا، هذا الحميص نقولوا احنا الحميص، لا نصفوه عنا ولا نخلوا لا الذروه وحدها يعني الزيت وحده. فهمتوا؟ اللي نصفوا عنا ذا الحميص على الذروه، ولا نخلوا لا الذروه وحدها الين نصفيه ونرجع لكم ونبي بكم نخليكم معايا ولا تمشوا بعيد. شوفوا وني بكم درنا الصفايه ديك اللي تصفي، ولين نصفوا هون تياها هذه اللي نصفوها بهذه الطريقه. خرصوا بعينيكم الطريقه اللي تصفوا بها الحميس عن الزيت. هذه هي الطريقه الوحيده السهله المناسبه لهذه العمليه. هذه دريك المرحله الثانيه من ما يسمى تيدقيت. وخليكم هذا دريك تحتاني نقال له لودك، وهذا اللي هون تياها هذا دريك هاي نقال له الحميس وراه حلو وين كالم اللي هاي البقيه دريك ذاب دريك تياها الزيت اللي فيها كامل ذاب، وهذا اللي بقى منه هاي نقال له الحميس، نقولوا احنا الحميس. وهذا تحتاني هو لودك. فهمتوا؟ خليكم معايا باش نعتلكم الباقي من الوجبه. شتو هذا هو درك اللي نتجنا، يعني كيف الدهن وذاك النوع حد اللي يذوب الدهن وذاك النوع هذا هو اللي يطلع له. فهمتوا؟ خليكم معايا وني بكم لين نبداو في المرحله الثالثه من وجبه تيدقيت.
شوفوا وني بكم اللحم اللي نضيفوا له شي من الماء باش نغسلوه، راكم تخرصوا نغسلوه مزيان، ياك لا عاد تعود فيه غبار ولا يعود فيه اي شيء سوا شنو. اوكي، وخليكم معايا وني بكم الين ينغسل مزيان بهذه الطريقه. خليكم متبعين معايا، ولا باطل متبعين مع الوالده هي اللي تعدل لنا ذي الوجبه. ينغسل مزيان الين يمرقوا ذاك اللي فيه كامل به اللي هو فوق عادله تقريبا شي 12 يوم منشور على الحبل، يعني منشور على حبل باش يبس لنا. وعندكم كيف ما قلت لكم في بدايه الفيديو، راهو ما ييبس في الشمس، لا تيبسوه في الشمس، يبسوه في بلاصه يعود فيها الظل، فهمتوا؟ ويعود مرفوع عن الحشرات وعن الخشوش وهذاك الشيء. ولا قديتوا ديروا عليه حول رقيق، يعني قطعه رقيقه من كتان والله كديروها عليه ياك عن الذنبان وعن هذاك الشيء، فهمتوا؟ خليكم معايا ونبيكم. شوفوا ونبيكم خوينا عنا غسلناه الغسله الاولى، يعني بركه غسله واحده، تمصميصه واحده ينغسل منها وصافي، يعني لا غسله واحده وتوف. درك لي ننتقلوا الى المرحله الاولى الثالثه عفوا، ولاهي نديرو في المرجل. خليكم معايا ونبيكم راكم كتشوفوا اللي نديرو في المرجل بهذه الطريقه. ولاهي نضيفوا عليه قليل من الماء اللي يعود فيه الملح قليل، ماشي بزاف، لا شويته، ما هو ياسر من الماء، فهمتوا؟ ونخلطوه مزيان، يعني وخلط بهذه الطريقه مزيان لين يساو مع بعضياتهم في ذاك الماء. تقريبا قدر تقريبا شي كاس قهوه من الماء، كاس من الماء من القهوه. وني بكم شوفوا دارت هي دارت شوي سابق، معناها عنو زلافه وشوي، يعني زلافه هذا القدر بركتيه، هذه الزلافه ومعها شوي يعني تقريبا زلافه وشوي من الماء. ولا نديروا ملعقه صغيره ديال القهوه، هادو الصغيرات بغيتو دردر عليه شفتو. ولا هي نقدو تحتو على البوطه اللي نديروه على البوطه لين يطيب لنا مزيان. خليكم معايا ونبيكم بين ما يطيب لين نوقف الفيديو لين يطيب لنا اللحم، ونرجع لكم نرجعوا ونعت لكم المرحله الاخيره والله مازال المرحله الاخيره ان شاء الله اللي هي المرحله الرابعه. وخليكم معايا ونبيكم لا تمشوا بعيد. عفوا المتابعين الاعزاء، ما هي المرحله الاخيره، يعني المرحله ما قبل الاخيره، لا مازالت لي تعدل، يعني هي وجبه تبارك الله صحيه وزينه، غير فيها يعني فيها الخدمه شوي، ولكن مولي تبارك الله فيها الفائده للجسم، فهمتوا؟ وللصحه مولي، يعني وجبه تبارك الله صحيه، وتقدروا تعملوها في اي يعني في اي مكان وفي اي مناخ ما شاء الله، يعني تقدروا تعملوها في البوادي، تقدروا تعملوها في الشور، في كل بلاصه، خصوصا المدن او البلدان اللي يكون فيها البرد بزاف، يعني يكون فيها البرد ياسر ولا تكون فيها الشتاء بزاف، يعني هذه الوجبه تبارك الله تدفي الجسم وتخلي دائما عنده طاقه ما شاء الله. والانسان اللي كيعمل هذه الوجبه ما شاء الله يا مولانا ما شاء الله ما تبارك الله ما يجبر اي ضرر في تبارك الله. وخليكم معايا ونبيكم شوفوا ونبيكم هنا تياها منين درنا اللحم اليابس، درناه في الماء اللي قلت لكم قبيله تياها تقريبا زلافه ونص، يعني كاس قهوه ونص من الماء، ومعها الكميه من الملح يعني حسب الذوق، يعني حسب ذوقكم نتوما ديروا من الملح. ولين صفوه هذا راكتيا هاي المرحله ما قبل النهايه، لين صفوا ذا اللحم في المهراز ولين ندقوه. خليكم معايا ونبيكم يلا. احنا ذا كامل انا ذا اللي نعدلكم كامل لا التقليدي، يعني كل شيء طبيعي. لهي نديرو هنا تيا في المهراز، هنا تياها عرف عنه اللي تقولوا عندك كامل قريب، ولكن هذه هي العادات الاولى والتقاليد، التراث الاول
يعني عاداتنا هذه هي. وشتو هذا الماء اللي هي بقى هنا تيارة وما ينكب يخلى فما تياها هون. لا انا عارف مازال يرجع له اللحم منين يندل. وشوفوا خلصوا هنا تياها. قناة نوها تي في، اشترك ودير لايك. ياك شفتوها هذه شفتوها مكتوب على المهراز هنا تي اللي ندقوا ذا اللحم اللي درنا في المهراز اللي ندقوه بذا الصيفه اللي ندق كامل لين يتساوى. حنا عندنا ماكينه، عندنا مولينيكس اللي تطحن اللحم يا غير منا باقي نعملوه بيا اللي انا فيديو يا كامل تقليدي ونختار نعدلو كامل في الادوات التقليديه. فهمتوا؟ لن نعاتبكم عن هذه الادوات الحديثه عن نقدو نستقناو عنها. فهمتوا؟ لين يعود عندكم دي الادوات التقليديه تقدروا تستقناو عن الادوات الحديثه. يعني حد عنده الوقت والله يبقي وجبات والله ذا اللي يعدل كامل يعود صحي يعدلوا في الادوات التقليديه. يعني مثلا مثل المهراز وهذا الشيء تقليدي يعني، ولا يطلص ما يطلص اي ماده سويه شني يعني طبيعي. فهمتوا؟ لين دقوا ونرجع لكم ونبيكم. شوفوا ونبيكم كيف ما قلت لكم قبيلتي هاللحم دقيناه بذي الصفه تبارك الله تقولوا عنه ما شاء الله ما شاء الله فتبارك الله بصح الرحمن الرحيم. تقولوا عنه مطحون في طحانة اللحم ولا الخضره. هذا مدقوق لا في المهراز والصحي تبارك الله. شفتوا ولا تبارك الله كامل مطحون يعني صافي صار جاهز دريكت اياها. فهمتوا؟ ومنين اللي نضيفوه على الماء اللي صفيناه منه قبيلتي. هذه المرقه تراعوا فيها، هذه المرقه ما خاصكم تكبوها، هي اللي نضيفوا عليها اللحم اللي دقينا قبيلتي اياها وليه نردوه للنار ياك يكمل اطيابه. او ديري خليكم معايا ونبيكم ليه نضيفوه بهذه الطريقه. خرصوا ليه نضيفوا اللحم، ليه نضيفوا اللحم اللي دقينا ليه نضيفوه على المرقه اللي باقينهم في المرجل. خرصوا كيفاش تبارك الله. وجبه صحيه وزينه وزينه في البرد. يعني في المغرب يقولوا عن سميتها الرفيسه الوجبه هي اللي كتدفي يعني كيديروها في البرد يعني يعملوها بكثره في البرد في الشتاء. ونحن هذه الوجبه اللي عندنا كنعملوها بكثره في موسم البرد. ولا هي نردوها للنار هنا تياها راكم كتشوفوا رديناها البوطه ياك تكمل اطيابها. ومن بعد نرجع لكم. خليكم معايا ونبيكم لا تبعدوا رغم انه الفيديو طويل غير لا اله الا الله. ونبيكم متابعين الاعزاء ووصلنا الى اخر الفيديو. وهذا تقديم يعني نقدمه اخر مرحله منه. هذا التقديم الطبق دريكتي عليه نديروا بهذه الطريقه. خرصوا خليكم معايا. شفتوا تبارك الله طاب ما شاء الله ركم. خليكم معايا ونبيكم لين نوصلوا للطبق النهائي. يعني نعت لكم التقديم. شفتوا بهذه الطريقه. ومنين درنا هذا اللي نضيفوا عليه لودك اللي ذوبنا قبيله اياها. خرصوا القدر اللي نضيفوا عليه ظهري من تحت. هذه مرقايه من دوك السقارات اللي نديروا عليه. خرصوا خليكم متابعين لي نسقوا به ذا اللحم كامل اللي درنا. شوفوا بهذه الطريقه يعني مرقايه ونص اللي نسقوا بها ذا اللحم كامل المطحون اللي كيف ما قلت لكم قبيل. ولا يتخلط كامل يخلط بهذه الطريقه بهذه الصفه دريكتيه. خليكم معايا ونبيكم شوفوا الين يساوى مع بعضياته. يعني يساوى لودك مع اللحم اللي مدقوق يعني بما يسمى تيدقيت.
وجبة تبارك الله زينة وصحية وتدفي بذي الطريقة. هذه هي الطريقة اللي تعدل لها. وصافي ونبيكم هذا هو. هذه دركة هي حالة التقديم، ولا هي ينطرح معاها الخبز، خبز رعاه مطروح معاها. وهذا هو الفيديو اللي جايتكم به اليوم تياها، ونتمنى ينال اعجابكم، ونتمنى مولينكم تجربوه، لانها وجبة تبارك الله صحية وفيها الفايدة للجسم وتزيد الدم تبارك الله ما شاء الله يا مولانا. وصافي ونبيكم واستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. وان شاء الله نتمنى من مولانا ينال اعجابكم هذا الفيديو، وتفضلوا معايا على وجبة تيدقيت وبالصحة والراحة. ونختاركم تجوا تشاركوني في هذه الوجبة التقليدية اللي التراثية اللي يمكن ياسر من الناس نساها على ما أظن، ولكن الحمد لله أنا ما نسيتها. وصافي ونبيكم ومهبس خليتكم على خير، وانتظروني في الفيديو المقبل بعون الله تعالى، واستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. ومهبس.